سيداتي سادتي، أنتم معنا في موضوع جديد يتعلق باستغراب الكثيرين عن غياب جماهير الرجاء والوداد والجيش الملكي عن هذا المحفل الإفريقي، ويتساءل: أين وسائل التشجيع؟ وأين الإبداعات؟ وأين التيفوات؟ وأين الرسومات التي كانت تبهر الكل في هذه الملاعب؟ سؤال مشروع في هذا المحفل الإفريقي، ونحن سنجيب كالآتي: إذا كانت هناك خلافات معينة من جهات معينة فلا داعي للنيل منها في هذا المحفل الإفريقي، لأن المسألة تتعلق بالمغرب كوطن، تتعلق بقضية وطنية، وتتعلق بتحدي ينبغي إنجاحه بكل مسؤولية وبكل تحدي وبآخر حتى آخر قطرة من دمنا، لأن الجميع وكما نعلم الضفة الأخرى تنتظر انزلاقنا وتحاول قدر الإمكان إجهاض هذا العرس الكروي الذي قال عنه زيدان عند حضوره للمغرب بأنه قمة لم يسبق له أن رآها، حتى في أوروبا على حد التعبير زيدان لم تصل إلى هذا المستوى الكبير. لا نعلم إن كان زيدان يجامل، لكن هذه هي الحقيقة. المغرب وصل لدرجة الألمعية والتفوق. لهؤلاء نقول: دعوا الاصطياد من الماء العكر، وانهلوا من الماء العذب الرقراق، وانزلوا إلى الملاعب بوسائل تشجيعكم، وكفى من هذه الردود المشينة، فالوطن فوق الجميع ولا ارتقاء فوقه. ولاد عبد الواحد قا واحد.